ان احنا اتاخرنا عن الميعاد. بنحب دايما ابدا الندوه في ميعادها، يعني 7 يعني 7، بس عاده المصريين انه تعودوا ان هم يعني 7 يبقى تبدا 8 9 ماشي. يعني كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ياتي رمضان القادم وتكون مصر والبلاد العربيه كلها في امن واستقرار وامان ان شاء الله. يعني مصر تبقى جميله جدا السنه الجايه واحنا قاعدين كده نشوفوها حاجه عظيمه. برحب بكم في هذه الامسيه الثقافيه وهذا اللقاء الادبي، حيث نستمتع مع حكايات وقصص رمضانيه. ومفيش شك انه كل واحد فينا يمثل له رمضان حكايات وقصص، وخاصة في مراحل الطفولة. من منا لم يسعد بفانوس رمضان؟ من منا لم يفرح بالزينة اللي بتتعلق والمصابيح ونلاقوا فانوس وواحد عامل كعبة؟ أيام جميلة. من منا لم يتلذذ بمأكولات رمضان، القطايف والكنافة والأكل والعصائر الجميلة؟ من منا لم تتحرك مشاعره عند سماع أغاني رمضان؟ ومن منا لم تدمع عيناه في آخر الشهر لما بنسمع والله بدري بدري أو والله بعودة يا رمضان؟ ذكريات وحاجات جميلة وكلنا لسه خارجين منها، كلنا عشناها. فجاء بقى عم إسلام فتح علينا المواجع وبكتابه القيم الجميل حكايات رمضانية مصرية. يسعدني طبعا انه انا استضيفه الليلة في اتيليه الاسكندرية لنناقشه او نتحاور معه في كتابه القيم. برحب بك اسلام في اتيليه الاسكندرية. اسلام كلنا عارفين انه فنان تشكيلي، خريج كلية الفنون الجميلة، قسم تصوير، شعبة تصوير جداري، وحصل على رسالة الماجستير. حاجة جميلة قوي من سنه صغير، وإن شاء الله يحصل على الدكتوراه، يبقى أصغر واحد خد دكتوراه. وهو عنده طموحات جميلة، إنه بدأ يألف وبدأ دايما متشارك معانا. مفيش حد يقدر يتكلم على أخلاق مثل أخلاق إسلام، دايما تلاقي على وجهه هذه الابتسامة الجميلة، صوته دايما منخفض. يعني مثال كده جميل، أنا مش عاوز، ما بحبش أمدح حد جنبي بس هو دي الحقيقة. يعني قبل ما نبدأ المناقشة وقبل ما أبدأ أتعارك معاه، لأنه طبعا أنا جاي أناقش كتاب فمناقشة موضوعية في حاجات كتير متحفظ عليها. كمجمل الكتاب طبعا قيم وجميل. هو استطاع في حوالي 56 صفحة تقريبا، مذاكر 56 صفحة، إنه يعني يحكي لنا كثير من الألغاز عن رمضان. ايه مدفع رمضان ده كان منين؟ ايه قصة الكنافة؟ ايه قصة الفانوس؟ ايه قصة القطاء؟ يعني حاجات كتير قوي في 56 صفحة، دي حاجة جميلة. لكن طبعا لازم يبقى في رد ومناقشة، وهو ده اللي بيصفي اللقاء الجميل. في البداية أكيد في مننا ناس ما قروش الكتاب. الكتاب طبعا بيتباع اهو موجود وسعره زهيد جدا، واللي هيطلع ما يشتريش هتبقى ايامه سودة يعني. هو وقف مودي جاردات بره يشوف مين اللي داخل. لكن عموما احنا هنسمح لإسلام ان هو يقرا او يدينا ملخص سريع جدا عن الكتاب في الاول كده، عشان اللي ما قراهوش يبقى معانا في المناقشه فاهم احنا بنتكلم عليه. فانا اطلب منك ملخص كده من بدايه الكتاب لاخر الكتاب في ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه يعني اتوجه بالشكر لمجلس اداره اتيليه اسكندريه على استضافته للندوه. ده يعني بقوه انتاجي، وطبعا يعني شكر خاص ما اقدرش اقول للزميل لكن لاخويا الكبير فنان تشكيلي والناقد خالد هانم، طبعا يعني على موافقته وعلى يعني تشجيعه طبعا المستمر ان هو لا شارك، لا طب نناقش الكتاب، طب لا نعمل، لا طب نشوف ايه الجديد عندك.
فطبعا يعني انا بتشرف بوجودي جنبه طبعا، ده يعني اقوله يعني في غيابه وقبل وجوده. وطبعا يعني بشكر حضراتكم جدا طبعا على حضوركم وتشريفكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله يعني رمضان القادم يكون يعني في افضل حال كلنا جميعا، ومصرنا يا رب في افضل حال يا رب ان شاء الله، وعلى القمه دايما باذن الله. في البداية هو الكتاب بيتكلم بعنوان حكايات رمضانية مصرية، بالظبط 56 صفحة. أنا حاولت إن أنا ألخص كل الاحتفالات وكل يعني مشاعر الشعب المصري وكل بهجته وكل فرحته برمضان بالظبط في المجلد الصغير 56 صفحة بالظبط. حبيت إن أنا يعني اللي هو طبعا الكتاب مش موجه لشريحة معينة، يعني مثلا الكبار او المثقفين بس، لا ده انا قلت انا عايز من الاطفال اللي لسه بيتعلم سنه اولى صيام، ويقول لي بابا علمني الصيام، او يا جدو علمني الصيام، يقول له ايه هو الصيام. فالبدايه خالص بدات بدعاء في اول صفحه خالص طبعا بعد المقدمه، بدعاء الافطار. طبعا هو ده يعني نستهل بيه الشهر الكريم يعني، ونقول هو ده اول حاجه يعني المفروض ان هو الصايم يتعلمها سواء كان كبير او صغير، ان هو دعاء الافطار طبعا. دعوه الصائم طبعا لا ترد. وبعد كده قلت بقى ادخل بقى واحده واحده، يعني اعرف ان هو يعني الطفل او لسه مش عارف يعني ايه رمضان، قلت ابدا من الناحيه الدينيه كاشاره بسيطه للناحيه الدينيه. ده طبعا ما تعملش ناحيه دينيه، قلت اشاره بسيطه للناحيه الدينيه ان هو ايه بالظبط رمضان، ان هو ذكر في القران الكريم، ذكر في السنه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم باحاديث عن الصيام طبعا وعن شهر رمضان بشكل عام. قلت هو ايه يبدا واحده واحده، بحيث ان هو يجي الاب او الام او الجد او الجده جده ايه جدته ايه الصيام، ايه هو رمضان، فيقول له حبيبي ربنا في الايه كذا والايه كذا، ذكر شهر رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شهر رمضان بوضوح المكتب طبعا، سياتي الحديث عنها من بدايه من استطلاع الهلال واستعداد لشهر رمضان حتى العشر الاواخر من رمضان. وبعد كده قلت بقى ابدا بقى ايه الحكايات، ايه هي الحكايات لما الناس تشوف ايه هو المدفع، شوف الفانوس وشوف مواد الرحمن وشوف الكنافه شوف القطايف، يعني ايه ده وايه السر؟ طب ليه الشعب ده او ليه احنا ليه الكنافه بالذات وليه القطايف بالذات؟ ليه مثلا مش زي ما بنقول عندنا لقمه القاضي مثلا، او مش اي حلويات تانية؟ لا اشمعنى ليه الكنافه بالذات هي مرتبطه؟ ليه مثلا مدفع رمضان بقى هو ليه مثلا مش جرس؟ ليه مثلا مش اي انذار اخر مثلا بالفطار او بالسحور او بالامساك؟ كل ده انا حاولت ان انا الخصه في ال 56 صفحه دول، طبعا مرورا طبعا كل المراحل بقى. الفانوس لما يجي مثلا اي طفل مثلا هو ايه الفانوس ده؟ ليه احنا بنحتفل برمضان بالفانوس؟ ليه الفانوس ده هو العلامه المميزه لرمضان؟ مفيش فانوس يبقى مفيش رمضان، ومفيش رمضان هو الفانوس دايما مرتبط برمضان. يمكن ده اشهر العلامات المميزه لرمضان سواء عند الكبير او عند الصغير. الكبير بيفتكر الذكريات ويقول والله انا كنت صغير، كان والدي او جدي بيجيب لي الفانوس، والطفل بيفرح لما يلاقي والده او جدته جايبه له الفانوس ويقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ده كل سنه وانت طيب، خلاص رمضان بكره او بعد بكره او احنا النهارده اول يوم رمضان. كل دي مشاعر كبير وصغير بيفرح بيها، ومفيش حد كبير عليها ومفيش حد ما بيفرحش بيها. بالعكس احنا كلنا سواسية في المشاعر حبنا رمضان. بالعكس ده احنا ساعات بنتنافس، احنا ليه رمضان احنا بنحبه، وايه رمضان انا بحبه اكتر وما بحبوش اكتر. بعد كده طبعا بعد شرح الحكايات المتعلقه بالمدفع والكنافه وبالحلويات طبعا والمظاهر الشعبيه بتاعتنا اللي هي المتعارف عليه والثوابت من ايام الفاطميين لحد اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دلوقتي، جيت بقى شرحت مظاهر ابرز المظاهر، مش كل المظاهر طبعا، ابرز المظاهر في العديد من المحافظات المصريه باحتفالا بشهر رمضان. ازاي كل محافظه بتحتفل بشهر رمضان، ازاي الاهالي في بعض المدن وفي بعض القرى بتحتفل بشهر رمضان، ايه العلامه المميزه، ايه الناس ازاي بتحس برمضان. ما اكيد انا بحب حاجه يبقى انا مخصص لها احتفال معين او ليها مكانه جوه عندي معينه، ان لا رمضان انا بحتفل بيه كذا زي ما انا اتعودت كل سنه، زي مثلا والدي الله يرحمه او جدي الله يرحمه زي ما عودني بيعمل كذا، لا يبقى انا هفضل مواظب عليها وانا هفضل مستمر عليها. كل ده ازاي المحافظات دي، ان انا يعني طبعا لما جيت عملت كتاب فوجئت ان كل واحد في وادي، يعني مثلا القاهره طب هو هنا بيحتفلوا برمضان ازاي؟ طب الفيوم بيحتفلوا برمضان ازاي؟
طب اهالينا طبعا في النوبه بيحتفلوا برمضان ازاي؟ طب في بورسعيد مثلا بيحتفلوا برمضان، هل هي نفس الاحتفالات ولا هي نفس المظاهر، ولا لكل مدينه او كل محافظه او كل شعب او كل قريه حتى ليها طابع معين بيميزها؟ انا اقول لا والله رمضان في الفيوم متميز بحاجه معينه، رمضان في هنا الناس بتحتفل بالنقطه دي او بتحس برمضان او بهجه رمضان بالنقطه دي. يقول لك لا انت رايح هنا ده انت هتاكل وهتشرب وهتلاقي هتروح كذا وهتلاقي معلقين زينات كذا وهكذا الى اخره من مظاهر الاحتفال. فحبيت ان احنا يعني ككلنا كمصريين في المقام الاول نتعرف على بعض، ازاي انا في اسكندريه بحتفل، ازاي بتاع القاهره بيحتفل، ازاي بتاع الصعيد بيحتفل، ازاي بتاع النوبه بيحتفل، سواء كان قديم وحديث، زمان كان ايه اللي بيحصل ودلوقتي ايه اللي بيحصل. كل ده كان لازم ان احنا نعرفه، وكان لازم ان احنا نقرب من بعض. يعني دايما بيقولوا ايه ده يعني الفرصه الوحيده اللي الاهل كلهم بيتجمعوا في البيت، وتلاقي حد لو عنده شغل حتى لو في سواء في هيئه حكوميه او قطاع خاص يقول لك لا يا مشيك قبل الفطار بساعه وساعتين عشان تلحق تفطر مع الاسره، تلحق تفطر مع والدك مع اصحابك، تبقى فرصه للتجمع. فتمام التجمع على المستوى الصغير، تبقى ليه ما عملش التجمع ده على المستوى الكبير؟ ليه احنا كشعب كلنا ما نعرفش احنا بعض ازاي احنا بنحتفل، وازاي احنا كلنا تكون هي ديت حلقه الوصل بيننا كلنا، وحلقه ان احنا تربطنا ان هو رمضان زي ما بيربط الاسره الواحده وزي ما بيربط العالم الاسلامي كله بمشاعر ان احنا بنصوم من المغرب، بنصوم من الفجر ونفطر المغرب. لا يبقى احنا كشعب برضه في عادات معينه ومشتركين فيها، لكن لازم نتعرف ان احنا كل واحد فينا ازاي بيعبر عن فرحته برمضان، بيعبر عن بهجته برمضان. الجزء طبعا كده توالي الاحداث تيجي طبعا طبعا الادباء طبعا والشعراء المصريين تحدثوا عن شهر رمضان طبعا بابيات شعريه وقطع نثريه جميله جدا طبعا، منهم طبعا على رسوم امير الشعراء احمد شوقي طبعا لما اتكلم عن رمضان وقال رمضان تأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع. فقال ولكل حقيقة ولكل ظاهرة حكمة، والصيام ان هو في ظاهره العذاب لكن في باطنه الرحمة. يبان ان هو انت متعذب في الصيام او انت من المشقة ان انت ما انتش قادر، ويبان ان انت عرقان منى، لكن في باطنه وجواه والجوهر بتاعه اصلا ان انت رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ليه فوائد دينية وليه فوائد طبعا على المستوى الصحي وليه فوائد عديدة طبعا. فهو لما ذكر طبعا في الابيات في القطع النثريه بتاعته دي طبعا، وغيره من الشعراء كثيرين طبعا يتحدثوا عن شهر رمضان وعبروا عن حبهم لشهر رمضان، سواء طبعا كل واحد عبر عن رمضان سواء مثلا في ليله الرؤيه، سواء مثلا باحتفاله بالفانوس او الكنافه او في توديعه للشهر. طبعا كلنا بلا استثناء نبكي فرحا لقدومه ونبكي حزنا لمغادرته ورحيله. مش هقول فراقه ان هو ان شاء الله يجي، حتى لو احنا ربنا ما طولش في عمرنا ان احنا السنه اللي جايه، لكن غيرنا رمضان مستمر، لكن البني ادم هو اللي ممكن ينقطع عن الحياه، لكن رمضان هو يستمر وسيظل مستمر طبعا الى ان تقوم الساعه. فده كان الملخص وده كان هدفي، ان انا لما عملت الكتاب لا يا مصريين انتوا مع بعض لازم تعرفوا احنا ازاي احنا داخل حدود دوله واحده ما احناش عارفين نحتفل برمضان ازاي. احنا بنصوم من الفجر للمغرب وبنعلق الفوانيس والزينات وكل حاجه، لكن هل احنا كلنا متفاهمين؟ هل احنا كلنا متفقين هتلاقي الفانوس هنا هو الفانوس هنا اللي بيعلق الفانوس هنا هو الشرط بيحتفل بالفانوس هنا بس برمضان، ما بيعملش حاجه ثانيه خالص، ما بيعملش حاجه ثانيه خالص، هو ده ما بيعملش اي حاجه ثانيه، هو مقتصر على كده بس، مقتصر ان هو بياكل كنافه وقطايف بس، مقتصر ان هو ساعه اذان المغرب بيقرا الدعاء بس وخلاص، ولا في مظاهر ثانيه هو بيعبر بيها عن حب رمضان واستقباله رمضان وعشقه رمضان على اختلاف المستويات. ما بنتكلمش على شريحه مثقفه بس، لا دي الشرائح من اصغر واحد من الطفل لحد المسن اكبر واحد. الطفل بيفرح برمضان ويفرح بهجته لما يشوف الانوار المعلقه على المساجد وعلى البيوت وعلى المحلات، يقول لك ده رمضان جاي ويفرح. وده من زمان مش من دلوقتي، احنا لو جينا من اول خالص كانت هي طبعا اضاءه المشاعل والانوار كانت هي دي مظهر قدوم رمضان، والناس تعبر بيها عن رمضان في الايام الدوله الفاطميه وايام المماليك. كانت هي ديت من ابرز العلامات، يقول لك اضاءه المشاعر في اول ليله من ليالي رمضان، سواء في الرؤيه او مع صلاه الفجر، مع صلاه بعد صلاه الفجر مباشره على طول. فده شيء كويس، فده
وما زالت مستمره الحكايه دي او العاده الحميده ديت، ان تلاقي كل بيوت يعني تمشي في الشارع مجرد بس انا بصيت بس على البلكونات من فوق هتلاقي كلها مزينه بالانوار. المساجد، في مساجد بتتبارك في اللي هي في الزينات، ويقول لك لا انا عايز انوار معينه وعايز احط بشكل معين وعايز لا تحط لي من الشارع ده من الرصيف ده للرصيف ده، ومثلا انا عامل مثلا حصر بره المسجد عشان استقبال عدد المصلين في صلاه التراويح. ازاي ان انا احتفل بيه، وازاي ان انا لا يكون في مظهر وفي فرحه واقول للناس لا تعالوا هنا كلنا فرحانين برمضان. طبعا كل ده اختلافات، كل ده تنافس، لكن تنافس شريف، تنافس في حاجه احنا كلنا بنحبها، تنافس في حاجه احنا كلنا بنستناها من السنه لسنه. مين في الشعب كله ما بيستناش رمضان من السنه لسنه؟ يعني زي ما قال محمد ابو طالب يعني بنحسب لك وبنرتب لك من قبلها. كنا نحسب ونرتب، بالعكس بنكون يعني بنحسب لك ونرتب لك مش كتعب ولا كزهق، بالعكس ان احنا عايزينك تيجي. يلا بقى تعالى، اشتغل لك، اشتغل رحمه ربنا، اشتغل المغفره، اشتغل الخيرات بتاعه رمضان والرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها على عباده والصائمين. كل دي مظاهر. وطبعا يعني من حبنا لرمضان، وانا يعني طبعا مش هقول يعني مش هدخل في مزايدات، لكن طبعا من ضمن الملايين طبعا عاشقين ان شاء الله، فقلت انا عايز اعبر عن حبي لرمضان ان يكون في مجلد او كتاب صغير زي ده يدوب يعني في توثيق للعادات وتقاليد الشعب المصري ابرزها والحكايات بتاعتنا عن شهر رمضان. فده كان مجمل الكتاب. جميل طبعا. ونبدا الحركه ولا لسه؟ نبدا. وفي البدايه طبعا لما عرفت انه اسلام عامل كتاب فرحت، يعني شيء جميل انه شاب لسه بادئ ويقرر ان هو يالف كتاب. لكن لما جالي كتاب فقلت مش هو ده الكتاب، مستني كتاب تاني. يعني قلت يعني هشوف الاسم الشيخ اسلام القمحاوي مثلا، فانا متوقع ان اسلام هيالف كتاب عن الفن، يعني في مجال التخصص، خريج فنون جميله، فطبيعي انه هيالف كتاب عن الفن. لكن فوجئت بانه كتاب في منحنى اخر بعيد، وده شيء طيب، شيء جميل. بس انا في البدايه حابب اعرف الفكره جت ازاي، يعني هل هناك سابقه تجارب في هذا المجال الديني، او هل دي نزوه وهترجع تاني تكتب في الفن، او هتكتب في الفن في ايه اللي جاي تاني؟ ايه يعني الكتاب اللي جاي ايه؟ هيبقى عن رمضان برضو ولا حاجه تانيه؟ هو في البدايه يعني طبعا ارد على الجزء الاول بالنسبه للفكره جت ازاي. كانت الفكره لما انا لقيت يعني في المواصلات العامه الناس بتسال، وحتى الاطفال حتى اثرني اسئله الاطفال، هو الفانوس يعني هو ايه الشكل ده؟ يعني يا حبيبي ده فانوس رمضان. وبعدين الاقي في ناس في بعض يقول لك يعني المدفع ده اصله احنا من زمان بقى اتعودنا عليه. طب ماشي انت اتعودت عليه، طب انت عارف ايه هو المدفع؟ طب هو بادئ ازاي؟ طب انت الفانوس لما انت بتعلق الفانوس، طيب ماشي انت الفانوس ده ماشي عرفت مثلا عن جدك وجدك عارفه عن جدك، طب انت الفانوس ده ايه اللي بتعلقه؟ هل تعبيرا بس؟ الفانوس ده الحاجات دي ما جاتش هباء وما جاتش يعني كده هو خلاص حاجه اعتدنا عليها وخلاص، او حاجه الشعب المصري اعتاد عليها، لا هي تتعمل خلاص من غير ما اعرف، لا لازم ان انا اكون عارف ولو قشور بسيطه وعناوين رئيسيه عن الموضوع. دي اول نقطه. النقطه الثانيه طبعا يعني زي ما بقول يعني افي بالدين وافي بحبي لرمضان. طبعا ان انا حبيت ان انا اقول ان انا اعمل الكتاب ده، قلت يعني وانا كده يعني عبرت عن حبي لرمضان، ويا رب ان شاء الله ان هو يعني يلقي يعني ياتي بثمار وان هو الناس تستفيد منه. ثالث حاجه المعرفه العامه، ان انا زي ما قلت في الاول ان انا موجه لكل الشرائح، من اصغر واحد من الطفل اللي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه على اول سلمه من درجات الصيام لحد اكبر واحد. لما انا فوجئت بعد كده لما الكتاب نزل ولا والله ده انا يعني وناس كبيره اقول لها والله في حاجات انا ما عرفتهاش، حاجات انا ما كنتش اعرفها. والله طب يعني وكده الحمد لله الكتاب يعني حتى لو كل واحد هيطلع بمعلومه واحده من الكتاب يبقى الكتاب حق، يبقى الكتاب حق عمل حاجه يعني اثرى، يعني الشخص ده ايا كان من الشخص اثرى معلومه عنده ونمى حاجه عنده ممكن يعلمها اللي بعد كده، يعني الاحفاد يعلمها لاصحابه يقول والله ده انا قريت مصدق ان المدفع ده جه كان كذا والفانوس ده كان حكايته كذا.
طيب وده شيء كويس ان المعلومه توصل، فده شيء كويس. فده كان الحافز والاساس ان انا عايز الناس تعرف يا جماعه شهر رمضان اللي احنا كلنا بنفرح بيه ايه هو اصوله. المظاهر بتاعته دي ما جاتش كده، لا بالعكس دي ليها اصول تاريخيه، ليها اصول يعني قبل رمضان باسبوع. وفي اول اسبوع من رمضان يقول لك لا ده احتفال السائحين الايطاليين في الغردقه برمضان. العرب يعني شركات الطيران تستقبل اعداد غير عاديه وغير مسبوقه في شهر رمضان بالذات. طب الناس دي جايه هنا، جايه مصر في مختلف المحافظات وفي شهر رمضان بالذات علشان في حاجه مميزه، بيحسوا بحاجه، بيرتاحوا، بينبسطوا. ما يحسش برمضان في بلد لكن بيحس برمضان هنا. لا طيب انا هجيب لك بقى رمضان واحتفالات الشعب المصري ده لحد عندك، هجيبها لك موصلات لحد عندك في كتاب بسيط ممكن تقراه وانت في الطياره، ممكن تقراه وانت في العباره، ممكن تقراه وانت مسافر في اي وقت. انت طبعا الضيف الغريب اقول لك ازاي احنا كشعب وانت لما بتيجي اقول لك يعني انت بتحتفل برمضان. بالعكس ده انا ازودك اكتر واخليك ان انت كل سنه تصر ان انت تيجي ويكون عندك شغف ان انت تيجي في رمضان. المره دي كنت في الغردقه، المره جايه في اسكندريه، والمره جايه في القاهره. انه طبعا لما يشوف ان كل محافظه من اسكندريه لاسوان زي ما بيقولوا بيحتفلوا برمضان، وكل محافظه وكل مدينه ليها طابع مختلف وليها معين وليها طابع مميز وليها طابع مختلف عن المحافظات الثانيه وعن المدن الثانيه هو بيحتفل بيه. طب انا المره دي جربت في الغردقه، طب انا رمضان اللي جاي اجرب في هنا، طب انا المره اللي جايه اجرب في النوبه، اشوف الناس دي بتحتفل ازاي وبتعبر عن حبها ازاي برمضان. فيبقى عنده شغف ان هو لا يعني هو انا عايز اعرف، انا عايز اعيش الاجواء دي، عايز يعني احس ان انا من الناس دي. وطبعا يعني لا اخفي على حضراتكم وحضراتكم عارفين ان هو في رمضان او عامه الجاليات العربيه والجاليات اللي بيقول لك ايه المصريين دول الناس بساط، يعني ميزتهم انه بيعملوا من حاجات بسيطه بيعملوا اشياء جميله جدا. يجي يقول لك والله يعني محلات الكشري في رمضان يقول لك ايه هو الكشري ده؟ مجرد اكله شعبيه بسيطه، لكن ده بيبقى انت بتيجي وبتحتفل برمضان يقول لك انا عايز اكل في الحسين، عايز اكل كوارع في الحسين. الناس دي بتاكل ايه الاكلات الشعبيه المصريه الجميله دي. فده كان من ضمن الاهداف ان انا يا غريب ايا كان مين هو الغريب سواء كان عربي سواء كان اجنبي، اعرف احنا كمصريين ازاي بنحتفل برمضان، ازاي احنا بنحتفل برمضان، ازاي انت ليه انت جيت مره لكن انت مش هتيجي مره واحده بس، تيجي مره ثانيه والثالثه والرابعه. طبعا ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني انا دي كانت اول تجربه بتتحدث عن يعني في المجال ده او في الخط ده سواء عن رمضان او اي اشاره دينيه للموضوع. طبعا لا هو يعني انا حاسس ان انا اكتفيت كده بالجرعه ديت يعني خلاص هي الجرعه يعني مش هتألف تاني في المجال التواصلي ده في المجال الديني. هو المجال ده لا يعني عن شهر رمضان او عن المجال ده لا خلاص انا كده قفلت، يعني انا اكتفيت بالجرعه ديت خلاص. ولا شوال ولا لا عموما يعني احنا لما نيجي نفتح الكتاب هنجد إهداء. يعني أول حاجة إهداء يبدأ من الأول كده. فطبعا هو الإهداء دايما المؤلف لما بيعمل الإهداء ده بيمثل للمؤلف شيء عميق، حاجة مهمة. يعني يكتب إهداء دايما يكتب إهداء لزوجاته، إهداء لوالديه، يكتب إهداء للأمة، أي حاجة. لكن الإهداء ده شيء مهم أوي. أنا شخصيا أحب أتأمل في إهداءات المؤلفين. فتأملت في الإهداء بتاع إسلام، فالحقيقة يعني صدمني شوية، لأن يعني الإهداء بتاعه إلى الأمة الإسلامية. فهو لما أكتب إهداء للأمة الإسلامية يعني لا يقرأ كتابي إلى المسلمين من الآخر، يعني هذا الكتاب موجه إلى الأمة الإسلامية. فأنا بقول إن هو ضيق واسع، يعني الرسالة المحمدية رسالة للإنسانية نزلت لكل البشر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو كان إهداء إلى الأمة الإسلامية يبقى هيقرأ كتابي كل الناس، ممكن واحد يستفيد منه، خاصة إنه بيتكلم عن عادات وتقاليد احنا زمان نذكرها. يعني احنا كمسلمين ومسيحيين كنا بنلعبوا مع بعض في رمضان ونعملوا دورات رمضانية، والمسيحي كان بيستشعر بقية رمضان زينا بالظبط، مفيش أي فرق. كنا احنا بنحتفل معاهم وهم بيحتفلوا معانا وناكلوا الكحك بتاعهم وياكلوا الكحك بتاعنا. فكون ان انا اول ما يجي يفتح مثلا المسيحي كتاب ويلاقي إهداء للأمة الإسلامية فيلاقي حطه شكرا ده مش بتاعي، ده مش معمول. مع انه لما يقرأ هو ويجد الكثير
من الاشياء اللي هو بيعشقها ويحبها كان هيبقى فرحان وهيبقى مبسوط. وانا عاتب عليك في الاهداء ولك حق الرد. والله هي بالنسبه للاهداء يعني انا يعني على سبيل المثال انا مثلا لو عملت الاهداء مثلا لروح مثلا اي حد مثلا من اسرتي توفى، هل هذا يقتصر على انه هو ده بس اللي هيقراه محدش تاني هيقراه؟ يعني مثلا جيت عملت مثلا رساله الماجستير بتاعتي قلت مثلا ايه اهداء لوالدي ووالدتي وشقيقتي، يعني اغلى الناس عندي، هل هم بس هل هيقتصر على والدي ووالدتي وشقيقتي بس ان هم هيقروه؟ لا، انا قلت دي يعني ان انا دول يعني تعبيرا عن حبي ليكم، فانا بهدي لكم الرساله دي. لما انا ذكرت هنا الامه الاسلاميه ان هو يعني زي ما بقول احنا كامه يعني زي ما قلت انا كشعب قلت الكتاب ده يكون حلقه وصل ان احنا نعرف بعض ازاي كل واحد فينا يحتفل. فكأمة إسلامية يا المسلمين يا اللي في المغرب يا اللي في تونس يا اللي في جزر القمر اعرف بالظبط المصريين بيحتفلوا ازاي برمضان. يعني كان يهمني لما قلت لهم المسلمين احنا عايزين نعرف بعض، يعني يا ريت انا الاقي واحد مثلا من تونس او من المغرب يقول لي والله احنا في تونس او في المغرب بنحتفل برمضان كذا وكذا وكذا. ما ممكن يعني مثلا اهداء مثلا لشهداء ثوره تونس، او ممكن انا ممكن مثلا لشهداء ثوره يناير، هل هو هيقتصر على شهداء ثوره؟ لا، ده يعني حته وفاء او حته رمزيه يا جماعه انا يعني ما نسيبكوش، او احنا لا انتوا يعني هي دي النقطه. انا اول عمل ليا او بقوه انتاجي انا يعني مدين ليكم كشهداء او كمدين ليكم كمسلمين وكمدين ليكم كاسرتي ان انا عملت مدين لكم بحاجات كتير، فانا بهدي لكم الكتاب ده، لكن ده مش متوقف على اي حد. معنى كده هل لو انا يعني لو ما عملتش الاهداء، هل معنى كده لو مش عليه اهداء محدش هيقراه، او هل هيقتصر على المثقفين بس؟ لكن انا قلت الامه الاسلاميه كل المثقفين كل طوائف الامه الاسلاميه كل شرائح الامه الاسلاميه من على مستوى العالم الاسلامي كله يا جماعه يا مسلمين اعرفوا احنا كمصريين بيعتبر ده اللي انا عايزه يا مسلمين. طالما شهر رمضان هو العامل الوحيد اللي هو ان احنا مشترك بيننا وان احنا بنتفق يعني نقول احنا يعني بنختلف في كل حاجه، لكن دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنتفق عليها. طيب ماشي، يبقى احنا نقرب نعرف بعض. لما انت تيجي لما انا اروح مثلا تونس او اروح المغرب، والله انا بحتفل في المغرب مثلا، قريت والله ده بيحتفلوا هم ليهم مشروب معين او ليهم مثلا في بلد معين ليها مظهر معين، فانا اروح واعيش الاجواء دي. انا نفسي هو يجي نفس الحكايه. انت في المغرب لما تيجي تحتفل عندي ولا والله انا قريت في كتاب ان انتوا كمصريين بتحتفلوا مثلا عايز اشرب الصوبيا بتاعتكم دي، ايه المشروب بتاعكم ده؟ او انا عايز مثلا في هنا مثلا اروح احتفل في مواد الرحمن ان انتوا بتحطوا جذوع النخل على الطريق وبتجبروا انه الصايم لا انت وقت افطار اكسر صيامك وانزل افطر، وانا هتعمد ان انا اركب المشروع او اركب ميكروباص واعدي على الطريق ونعرف. هو ده الفكره، ان انا عايز يكون في تواصل ديني بين داخل الامه الواحده، لكن ده مش معناه ان انا بقول له لا ما تقراش يا فلان. معنى كده يعني مثلا الديانه، لو واحد مثلا في الديانه لو مثلا بيتكلم مثلا عن البوذيه مثلا، لو بيتكلم عن البوذيه مثلا او اهداء مثلا للشعب مثلا الامريكي، للشعب مثلا الكندي، للشعب، هل معنى كده انه مقتصر على الشعب؟ لا، هو شايف ان هو دي حته وفاء ليه، فدي الامه الاسلاميه يعني عايزين نعرف بعض، قربوا بعض. نشوف اللي بعدها بقى. الزنقه اللي بعدها. لا هو الزنقه دي ما نفكش فيها قوي يعني. انا وافق الراي ده. هقول لحضرتك حاجه، انا عاده محايد جدا وما بجيبش الكلام من عندي، يعني لازم تستقرأ. فهو اللي حصلت واقعه فعليه انه شخصيه ما مش عايز اذكر اسمها لكنها متواجده، فاستلمت الكتاب وفتحت ولسه هتقرا لقيت المقدمه قالت مش قارياها. انا قلت مش قارياها يعني هي واحده فقالت مش قارياها. فبتكلم على ايه؟ انا بتكلم على موقف حصل قدام عينيا، فانا يعني انا ارى ان لو كان كتب اهداء الى الامه الانسانيه اهداء مفتوح يعني يمكن كان خصوصا ان في نوع من الحساسيات دلوقتي، يعني في دلوقتي ايه هو الاستاذ احمد بيوفقني في حساسيات دلوقتي، في مشكله دلوقتي، يعني احنا بنحاول ان احنا في الفتره اللي احنا فيها ان في ناس بتؤجج نار فتنه دول حاجه، احنا في كل محاضراتنا بنحاول نقول يا جماعه احنا اسره واحده، احنا فعلا مش محدش يقدر يفرق المصريين من بعض، ده مصري. ويمكن على فكره انا يعني ممكن انتوا تخالفوني في حاجه هقولها لكم، لكن انا ده رايي برضه. انا زعلان قوي من عبد الناصر لما مشى اليهود من مصر وهم كانوا مصريين، يعني يهودي مصري
ما اتكلوش في اسرائيل، حاجه ثانيه. كان قاعد في حاره اليهود وبياكل ويشرب وفرحان وليه ديانته، فرق بين الديانه والدوله والانتماء. يعني هل ينفع واحد دلوقتي يمشي المسيحي؟ لا. ما هو بناء عليه مع احترام للشخص اللي كان هيقرا ولما لقى كده ما قراش، يبقى دي حاجه تخصه هو، لانه بناء كلام حضرتك برضه ان المفروض المسلم والمسيحي كلنا كنا بنقرا، لدرجه انا بقرا الانجيل عشان اعرف ايه ده مثلا. فنسبيا مثقف ثقافه عامه، ما قلتش بقى فنيه او دينيه، المفروض انه يطلع. طالما هو كده يبقى اصلا مش عايز يطلع، دي حاجه. الحاجه الثانيه رساله دقيقه بتاعت اسلام ان هو موجهها لينا جوانا. فبصفه دي برضه استاذ وسائل بقى معلش، والرساله والمستقبل انت كاتبه فهو محدد في السن، اي سن، الاعمار، اي فئه، متعلم او غير متعلم، لكنه مقتصر رسالته، وده وارد ان يقتصر رسالته على مجموعه معينه. فهو بيقول كانه حتى ما قالش القطر المصري، هو هنا فارق، بالعكس هو هنا دائره الضوء على الامه الاسلاميه، لانه هو بيوري جوانا احنا المصريين في اختلافات نسبيه جميله ولكنها ما ظهرت من رمضان، وبالتالي زي ما بيقول وارد بره اللي هو مسلم او غير مسلم في الامه الاسلاميه انه يطلع على ده، ويبقى في برضه فيما بعد. بالنسبه لانه كمان طرحه باللغه العربيه، فباللغه العربيه لا يعيب ذلك، وانا اتمنى انه ان شاء الله واحب انه يعمل المره اللي جايه، مش يقتصر على كده، هو ممكن نفس الكتاب ويعملوا سواء نفس الكتاب في صفحات، بيبقى شيء جميل جدا جدا. كان في واحد في المكتبه مش لازم ذكر اسمه معانا متواجد، وعامل حاجه وحط فيها باللغه الروسيه وباللغه بيبر يعني بسيط كده، فده شيء جميل. ويبقى هو نفس الكتاب بس وسع الدايره شويه، اللي هي للمتلقي، لنوع المتلقي في اللغه المختلفه. يعني ده بالنسبه بقى لانه فنان، ويعني بالمره يعني اعلق وانه ازاي بتطرق لجزء ملوش علاقه بالفن، فده طبعا برضه ثقافه عامه وحلو منه. ولو اني طالما انه هو يعني بيطرح بعض زي الفانوس، زي بياع الكنافه او صانع الكنافه، زي مظاهر الاعلام، زي المدفع، هي دي موتيفات اصلا فنيه. طبعا انا عني انت جايب معاك محامي دلوقتي، هو حقيقي يعني محامي وشكل دافع حقيقي. اتفضلي. على سبيل المثال يعني مثلا في القرآن معروف ان القرآن ده للمسلمين، في مسيحيين بتقراه، في اللي بيسلموا يعني وفي ما بيسلموش، وعارفين ان هو المسلمين وبيقروه، والكتاب سواء اتكتب اهداء للامه الاسلاميه او ما اتكتبش هيقروه، لو هم عايزين يقروه هيقروه. فهو بس يعني انا سلمت. يجي النقطه السنه ارفع القبعه وانحل. بس انا بنكشك عشان انت تتكلم. لا في زنقه جايه. احنا استفدنا بالكتاب ده في حاجات كتير ما كناش عرفناها في مختلف العصور. زمان كان بيحصل ايه ودلوقتي كان بيحصل ايه منه الاطفال، فحاجات كتير يعني احنا كبرنا وصلنا لسن كبير ما كناش نعرف الحاجات اللي الاسلام مهندس الاسلام كتبها. طيب هو الكتاب يعني الكتاب اللي يقراه يطلع عليه يعني يكتشف انه مقسوم نصين. الكتاب بالضبط نصين، نص ينتمي الى مسمى الكتاب حكايات رمضانيه مصريه، والنصف الاخر ممكن نسميه فتاوى رمضان او احكام الصيام. فمالوش علاقه خالص بحكايات رمضانيه. الجزء الاولاني ده علاقه بالفتاوى والاحكام والاحاديث والتفسير. الجزء الاولاني ده انا عاتب عليه فيه، لانه المفروض انه يكتبه متخصص في هذا المجال. يعني عشان اكتب حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لازم اكون انا هقول صحيح ولا مش صحيح، هقول فتوى موجوده، هقول حكم صيام، فيبقى كده انا كده خرجت من التخصص. انا ممكن نكتب في اي حاجه ونسميها ثقافه عامه، الا ان انا اجي بكره مثلا واقوم جاي منزل كتاب في تفسير القران. هتسمحوا لي؟ يعني هتسمحوا لخالد بكره ان ينزل كتاب في تفسير القران؟ لا طبعا. يبقى انا كده تطاولت على ايه؟ على القضيه مش بتاعتي. المفروض اكون خريج دكتور من الازهر او من اوقاف
عشان اتخصص في هذا المجال، والا عدم التخصص ده هيرجعنا للقضيه الكبرى. سبب انهيار الحضاره المصريه القديمه ايه؟ كنا بندرسها ونحفظها، عدم وجود التخصص. يعني تلاقي الشخص الواحد هو الكاهن الاعظم، هو النحات، هو الرسام، هو اللي بيعمل كذا، يعني الشخص الواحد بتاع كله. فلو مات الشخص ده انهارت معاه ايه؟ صناعات، انهارت معاه كده. فالتخصص جميل. فانا فوجئت ان الكتاب فعلا من النص الاولاني ملوش علاقه بالمسمى، يعني ممكن اقطعه كده واقول ده ايه؟ كتاب احكام الصيام، لانه بيذكر فيه ايه؟ الادعيه المأثوره في الصيام، الاحاديث. ذكر ولا مش خلينا؟ نعم؟ لا هي ذاكره. لا ما هو لا، خدي بالك لما اذكر جزء واقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى انا بنقل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ده اللي بيخلي، ما هو بيحصل ايه؟ النهارده ان في كتب فعلا بيقول لك انا ناقل كتب عن الدين مليانه السوق، وبيقراها الشخص البسيط. الاسلام ما عندوش من الكياسه الدينيه انه يعرف هل الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف، هو هينقله من ايه؟ من الكتاب وخلاص. فيجي واحد يقراه ويأخذ بيه. لكن الثاني اللي هو بتاع الازهر ده دارس مذاهب، 8 مذاهب، عارفينهم ال8؟ 8 مذاهب، مش بيدرس 4. الإمامية والشافعية والأحمدية والحنفية، وبيدرس الإمامية الشيعية والإباضية والزيدية. 8 مذاهب بتدرس. بعدين يدرس إيه بقى معاهم؟ تفسير وعلوم تفسير وأصول فقه وتوحيد وعلم كلام وتاريخ تشريع. المجال متسع. في النهاية عشان لما يجي يعمل كتاب فيقدر يقول والله ده حديث ضعيف ولا مش ضعيف هحطه، وخصوصا ان هو ناقل الاحاديث من الكتب، مش ناقلها من صحيح الحديث. يعني مش تلاقي المرجع تحت موجود ايه؟ يعني ذاكر حديث والمرجع ايه؟ كتاب فلان الفلاني، مش صحيح البخاري، مش صحيح مسلم، لا ده كتاب اخر. الثاني مش هيعمل كده. الشيخ هيعمل ايه؟ هينقل الحديث ويقول لك مرجعه في كتاب ايه؟ في السنه. انا بتكلم يعني هتدافع انا عارفك انت جايه يوم النهارده. لا تعقيب عليه. انا هسيبك تعرف السنه اتخانق براحتي في الاخر. فانا كنت اتمنى ان افتح الكتاب الاقيه فعلا من اوله لاخره حكايات رمضانيه كما شرح لنا، مش عاوز الاقي فتاوى واحكام، ونص الكتاب تقريبا يمكن اكتر شويه من النص كله بينتمي للاحكام. طبعا يمكن البعض يتهمني ان انا مش حابب الكلام ده، لا انا يعني بصلي الحمد لله، انا حافظ القران كله، يمكن الناس ما تعرفش الكلام ده الحمد لله، يعني الناس دي حاجه معلومه جديده. فيعني انا يعني كويس قوي الحمد لله. انا مش بمدح في نفسي بس عشان ممكن ايه يطلعوا يقولوا خالد انا عارف يعني. لكن لا اي حد انا يعني ايه حابب ان الموضوع يكون اكثر واقعيه واكثر تخصصا. ولما اقرا كتاب حكايات رمضان هلاقي فعلا هذا المسمى هلاقيه جوه في الكتاب. رد براحتك واختار بقى مين هدافع عنك. طبعا يعني في البدايه ارد على النقطه دي جزء. اولا هو يعني ماشي اسمح لي اختلف مع حضرتك، هو مش نص الكتاب بالظبط، هو بالظبط 10 صفحات بالظبط الكتاب اللي هو فيه ايات قرانيه واحاديث و40 صفحه عن الحكايه. دي بدايه بالنسبه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه لما ما ينفعش ان انا اكون بتكلم عن رمضان وهو كمظهر ديني في المقام الاول وناحيه دينيه في المقام الاول قبل احنا ما نحتفل بيه وقبل اي حاجه. معلش هقطع بسرعه 15 صفحه. لا ما هو صفحه 15 بالمقدمه عن ابي هريره رضي الله عنه لحد صفحه 15. لو عديت ماشي. هو راح بحتاج. طبعا هو واخد الترقيم من اول صفحه الفارس، لكن احنا لو جينا عدلهم بالظبط هم 10 صفحات. ماشي من عارف. يعني هي الفكره كلها ان انا بادئ الترقيم من اول صفحه الفارس، تمام. فطبعا مع التوالي، لكن هي الجزء دي بالظبط من اول الدعاء، دعاء الافطار حتى اخر نقطه اللي هي بتتكلم فيها عن العشر الاواخر بالظبط هم 10 صفحات بالظبط، تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه لما جيت انا بتكلم يعني طبعا ما ينفعش ان انا اكون بتحدث عن رمضان هو في المقام الاول زي ما قلت ان هو في الديني، ما ينفعش ان انا ما اذكرش الناحيه دي. ليه؟ زي ما قلت ان هو مراجع لكل الشرائع. الطفل لازم انا طبعا بتنشئه الطفل وبقى لازم اعرفه الاساس ايه والبدايه بتاعته ايه، رمضان ده جه منين واحنا ليه بنحتفل بيه.
ليه احنا جه ازاي، او ايه الخلفيه بتاعتنا وايه المرجعيه بتاعتنا، عشان كده احنا بنحتفل بيه. وتلاقي الناس كلها والشعب كله، انا بتكلم مش مصر بس، على مستوى العالم الاسلامي كله الناس كلها بتحتفل بيه، او على مستوى المسلمين على مستوى العالم. طبعا في مسلمين على مستوى دول العالم كلها، ازاي ان هو بيحتفل بيه؟ ليه ناس بتحتفل بيه؟ ليه مرجعيه دينيه؟ يعني ديني امر بكده. فانا انت كطفل، طبعا دي بقى يعني بدايه بالطفل، انت كطفل بتاع من الاركان الخمسه طبعا، فدي كان لازم البدايه. طبعا انا لما جيت اتكلمت، لو لاحظتوا حضراتكم في الفهرس الاحاديث، طبعا الايات القرانيه طبعا انا جايبها من القران، ومذكور طبعا الايات وجايبها زي ما هي. طبعا الاحاديث من كتاب لدار الافتاء المصريه اسمه الصيام. الكتاب من دار الافتاء المصريه ده اصدار كان مناسبه احتفال شهر رمضان بالظبط السنه اللي فاتت، مش رمضان اللي فات، رمضان اللي قبليه. ليه؟ ان انا قلت طبعا طبعا مع احترامي لكل الصحف سواء القوميه او الخاصه، كلها بتجيب احاديث، بتجيب ادعيه. طبعا انا مش يعني ما اقدرش اتكلم في النقطه، ما اقولش ده حديث صحيح او حديث ضعيف، انا طبعا ان انا مش تخصصي ما اقدرش اتكلم في النقطه دي، لكن انا قلت مين ملجئي؟ الازهر والمؤسسه طبعا دار الافتاء المصريه نزلت كتاب. يبقى انا المفروض ان لو انا بتعلم منهم حاجه، انا بتعلم منهم. يعني مثلا في رمضان مع احترامي لكل الشيخ، انا ما بسمعش لاي شيخ، انا بسمع للشيخ الازهر والمفتي، لان هم دول الاساس بتاعنا، ان انا اقدر المرجعيه بتاعتي، ان انا اقدر الجا لهم في حاجه، ان انا سواء ان انا يعني اسالهم في اي استشارات دينيه، او ان انا اعرف حاجه معينه في ديني سواء متعلقه بدنيتي او باخرتي. فيعني مين بعد الازهر ودار الافتاء ان انا اقدر اصدقهم؟ هتلاقوا المرجع تحت بالظبط 98% من الاحاديث انا ذاكرها من كتاب الصيام اصدار دار الافتاء المصريه. ممكن حضرتك تدخلوا على موقع دار الافتاء المصريه وهتلاقوا فيه كتب، هتلاقوا فيه كتاب الحج والعمره وكتاب الصيام منزلينه PDF في صفحات ممكن حضرتك تتصفحوا. طبعا هو الكتاب ده طبعا انا اتعمدت ان انا انقل من الكتاب بالظبط الحديث زي ما هو، سواء اخرجه البخاري، اخرجه النسائي، اخرجه مسلم، زي ما هو، ما غيرش فيه اي حاجه طبعا. بس انا الفكره ان انا صنفتهم. هو في الكتاب يعني بيتكلم في قضايا مختلفه، وجايب الحديث وجايب تفسيره. لا طب انا جايب انا هصنف لك الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصيام في ايه، يتكلم عن استقبال رمضان في ايه، يبقى انا اجيب. اتكلم عن الفطار، عن رؤيه رمضان والهلال، اجيب. اتكلم عن 10 اواخر ليله القدر ازاي، انا اجيب. في كمان نقطه يعني كان انا يعني كانت المفروض قلتها في الاول، في صفحه الكتاب خالص انا كاتب اعداد مش كاتب تاليف، مع ان كلمه تاليف ان هي مش مجرد ان هو ان انا مبتكر، مش مقتصر ان انا على ابتكار او ان انا كان جمعت معلومات، لكن انا كاتب هنا اعداد عشان يعني قلت اي حد على مستوى متوسط ما يعرفش. يعني الاستاذ خالد يعرف، انا اعرف، حضراتكم تعرفوا، لكن في ناس ما تعرفش ان التاليف ان هو مجرد ان هي توليفه من المعلومات حول موضوع معين. لكن هو التاليف ده هيقلب، ده في رمضان ده هيقلب بقى وهيحكي بقى وهيفتي زي الناس كلها بتفتي حلقات، فهو جماعه فوضى، كل واحد بيقول اللي هو عايزه. اذا كان كاتب اعداد ان انا مجرد عامل توثيق ودراسه ومعلومات عن الموضوع، مش ان انا اقول يا جماعه الحديث ده نزل ليه، او الرسول صلى الله عليه وسلم كان موقف الحديث ده لما قالوا ليه. انا مجرد. وبعدين حضرتك لو تقروا كتاب كل الاحاديث الموجوده احنا كلها متداوله بالنسبه لنا، صوم رؤيتك وافطروا رؤيتك. الرسول صلى الله عليه وسلم شعبان هو شهري وشهر رمضان هو شهر الله. كلها الاحاديث كلها متعارفه. الايات القرانيه طبعا سوره القدر، وفي سوره البقره طبعا لما ذكر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، طبعا دي كلها يعني احنا عارفينها، فانا ما جبتش حاجه جديده. هيبقى جديد بالنسبه اللي لسه بيتعلم، لكن انا لا دخلت في تفسير الاحاديث، ان انا ما اجبرش ان انا اتخطى المنطقه ديت، ولا تفسير الايات ولا سبب نزول الايات، انا مجرد اعرف بس اقرا تثقف بس رمضان ده مرجعيته ايه واساسه ايه. انت يعني كقارئ انت عايز تتعمق في نقطه معينه، عايز تعرف ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا قاعد مع مجموعه من الصحابه وحصل موقف معين، فقال الحديث ده صوم رؤيته وافطر رؤيته، اختلفوا مثلا على رؤيه الهلال ايا كان في العشر الاواخر، ايا كان طبعا من الامور المختلفه عن شهر رمضان. فانت يعني تعمق يعني كقارئ كمتلقي اقرا وتعمق خد الحديث ده، انا عايز ابحث عن الحديث ده. لكن كان الموضوع حتى يعني بعد كده لما جيت اتكلمت عن العادات والتقاليد انا ما جبتش حاجه من عندي، والف حتى الدراسه الميدانيه اللي انا عملتها، يعني عملت في سوهاج وعملت في النوبه وعملت في قنا، طبعا يعني هتلاقوا حضرتك المصادر موجوده. انا زي ما هو الشريط مسجل، زي ما هو الاخباري هو قالها زي ما هو قال بالظبط، انا نزلتها ما غيرش فيها حاجه.
يعني في عادات وتقاليد انا ما اقدرش ان اغير فيها، فانا اكتب هنا مجرد هو مش تاليف، انا ما جبتش يعني او انا ما اضفتش حاجه، لا انا مجرد انا جمعت بس المعلومات كلها. لكن هي الناحيه الدينيه طبعا انا لا اقدر ان اتخطى النقطه دي ولا اقدر ان ادخل فيها او ان انا تفاسير كلها من الاحاديث. يعني هل مثلا لو انا حد سالني مثلا او اختلف مع والله اقول له سيدي والله يا استاذ تصل قال سنوا الروايات واقتلوا الروايات، هل انا كده يعني لما اذكر حديث هل كان راجل دين؟ لا، بس انا سمعت او عرفت والدي علمني جدي علمني لا والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه لما تشوفوا هلال يبقى ده خلاص رمضان جه، ما تشوفوش هلال يبقى خلاص كملوا شعبان 30 يبقى اول رمضان. فكون اذكر حديث او انا حافظ احاديث او انا حافظ بعض الايات يعني دي انا مش يعني انا ما بقولش ان انا راجل دين واي حد تاني اقول له ما يعني قول لي حديث مثلا كده علمني مثلا حديث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. طب هو كلنا حافظين الحديث، لكن ايه ممكن مثلا سبب النزول مثلا او ايه الظروف المحيطه بيه؟ لا انا حافظ الحديث لكن انا ما اقدرش اقول راجل دين من ضمن الثقافات والمعلومات عادي جدا ما فيش مشاكل. لكن هو ان انا اتعمدت وبكرر ان انا اتعمدت ان انا اجيب 98% من الاحاديث من كتاب دار الافتاء المصريه اللي هو كتاب اللي بيتكلم عن الصيام واحكام الصيام، كان خدت الحديث بس وحطيته زي ما هو. وعشان كده انا قلت المرجع كذا صفحه كذا، حتى حضرتك لما تشوف حتى مثلا يعني كان مثلا الحديث مثلا عن الفطار او عن السحور او عن استمرار رمضان مثلا في صفحه 3 بعد كده صفحه 22، فانا مجمع الحديث وانا مرتبه لكن ما خدتهاش زي انا نقلتها زي ما هي اخرجه البخاري اخرجه النسائي زي ما هي. لو في مثلا بعض معاني الكلمات مش واضحه فانا يعني حطيتها بس هو ده. لكن انا ما اقدرش ان انا لا في التفسير مع ان في ناس يعني من الارض كده وقالوا لي انت ليه ما دخلتش في الناحيه الدينيه؟ رمضان ده يعني ديني اكتر. قلت والله يا جماعه يعني انا ما اقدرش، انا عارف حدودي ايه ما اقدرش. بس كنت انا يعني الناحيه الدنيويه اللي هي ناحيه الاحتفالات انا ما اضفتش فيها حاجه من عندي، بالعكس انا نزلت ودورت وقعدت وسجلت مع ناس. بالنسبه للناحيه الدينيه اللي انا يعتبر انا ما يعتبرش حاجه بالنسبه لناس كتير او بالنسبه لائمه او ناس تعرف اكتر مني ولسه ما زلنا نتعلم منهم سواء كبار او صغيرين بنتعلم منهم. فانا يعني الاحاديث كلها يعني دي بقول على مسؤوليه كتاب دار الافتاء المصريه اللي هو الكتاب ان انا كان هو ده هو المرجعيه اللي انا اقدر الجا لها في الحالات دي. طيب عفوا عنك. طيب خلاص بلاش نتكلم في الناحيه الدينيه، انا عندي ردود بس نفوتها. هنتكلم في انت عندك 16 صفحه كاملين اتكلمت فيهم عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان وبدات تذكر محافظه في 16 صفحه. 16 صفحه في كتاب 56 صفحه يعني رقم يعني. فمظاهر الاحتفال برمضان في محافظه ذكرت محافظة القاهرة، محافظة اسكندرية، القليوبية، دمياط، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا. يعني مش عايز اكرر كتير لكن يعني عديت كم محافظة؟ هو ذكر 14 محافظة من 27 التساؤل هنا 27 واضافه محافظتين بقوا ايوه التساؤل اللي انتم تتساءلون اين باقي المحافظات؟ اين الغربيه وعاصمتها طنطا؟ اين الاسماعيليه؟ اين كفر الشيخ؟ اين محافظه الدقهليه وعاصمتها المنصوره؟ اين المنوفيه وعاصمتها شبين الكوم؟ اين الشرقيه وعاصمتها الزقازيق؟ يمكن شقيات. هل هؤلاء لا يحتفلون يعني هل هؤلاء لا يحتفلون كما تحتفل القاهرة والاسكندرية نعم؟ لا يبقى في الحالة دي بقى الكاتب يعمل ايه؟ ان هو يعمل عنوان عام على سبيل المثال مظاهر الاحتفال لا ويذكر ان الكل يحتفل بكذا ويذكر المخالف يعني الغريب اللي بيعمل حاجة ايه؟ غريب. لكن كل المحافظات تحتفل بالزينات بالمأكولات كله بيتفق. واذا كانت في محافظه بتعمل حاجه اوفر شويه عن المحافظات اذكرها، لكن كل ان انا اذكر بهذا الترتيب وتجاهل حوالي 7-8 محافظات تانيين فده لما يجي يقراها صاحب الولد اللي في المنصوره انا ما اتحطتش اسمي ليه؟ ها؟ اسمي ما اتحطش نص اغنيه الناس مش
مشكله ولا تفكر على شارع مثلا. يعني ايه عملت كده؟ في البدايه يعني طبعا الكتاب يعني بالظبط هي الصفحه رقم 35 بالظبط، العنوان ايه؟ شهر رمضان في بعض المحافظات المصريه. بعض المحافظات المصريه. خلاص انبسطت قوي. مش عايز انتوا جايين جد النهارده. مش عايز محامي بقى خلاص في النقطة دي مش عايز. حتى العناوين حتى يعني حتى الاستاذ سيد لما اختار دلوقتي النقطه طبعا هو لما اتكلم عن نقطه انت يعني في مظاهر مشابهه بالفعل، في مظاهر مشابهه وانا بقول لحضرتك فعلا، وانا فعلا في المحافظات اللي انا ذكرتها في مظاهر مشابهه فعلا اكيد، يعني كانوا بيشارك في الفانوس، كانوا بيشارك في تعليق الزينات كل حاجه، لكن انا برضو اصريت العنوان اللي حطيت بعض دي ان انا حسب وحتى تلاحظوا حتى في العناوين حتى من ابرز مظاهر شهر رمضان، من ابرز مظاهر من هنا للطبيعي، هي من ابرز يعني انا في مظاهر كتير، لكن هنا النقطه هنا ان هي لا دي حاجه بس البليتش هو زي ما هو مذكور في الكتاب، هو دي طبعا هي دي نقل عن هو يتحمل المسؤوليه دي. عبد العزيز محمود هو محمد قنديل محمد قنديل هو النقل عن المصدر غناها محمد قنديل، هنا كاتب محمد الكحلاوي، لا حاجه ثانيه محمد برضه لكن هو على فكره انا دورت يعني انا لما دورت في كذا لما انا دورت انا دورت في كذا مصدر، يمكن مش مصدر بس كذا مصدر، ممكن يعني دي محمد الكحلاوي فممكن هو مصدر، يعني ممكن هو ده المصدر بتاع هو يعني فهي دي يعني زي ما بنقول تقصد على المصدر هو غناها بس محمد قنديل بس اللي غناها، وانا متابع جيد للموسيقى، انا دارس موسيقى ومتابع، فانا عارف انه غناها محمد قنديل فقط، هو كاتب محمد الكحلاوي، هو الثاني جانا رسول يابا وحاجه ثانيه خالص. ممكن كل احنا نستنى منه ساعتها هيبقى سهل عليك، يعني اي كتاب انا ملاحظ اصلا ان انتوا كلكم جايين معاه وفي فلوس مدفوعه انا بعد الكحلاوي دي وان انتوا الهجوم كله عليا، واخر مره اعمل معاكم محاضرات ده بس وجهه نظر نقد فعلا يعني. لا هو طبعا احنا يعني بنستمتع بالحوار، ما ياخدش الموضوع كده. لا احنا اولا واخيرا بنستمتع بالحوار، والاسلام عامل كتاب جيد وانا مبسوط منه، ودي بدايه كويسه قوي، وان شاء الله نجد الكثير من الكتب وفي مجالات مختلفه وثقافه عامه، فانا طبعا يعني مبسوط جدا من اللي هو بيعمله. اي حد عنده مداخله عاوز يساعدني في النقد، عاوز يعلق، اتفضل. الاول بقى حاجه يعني كده يعني ما يخافش اي حد من الموجودين بما فيهم انا انه نطرح كتاب والاستاذ خالد يناقشه، لانه مش هيناقشه كاننا بنحط دكتوراه، ده تنويه ليهم والحضرتك يعني مش كانه ايه هتبحث دكتوراه يعني. فالمره دي بس وقع في اسلام في الضغط يعني ان شاء الله نناقش لا ما حدش خايف نناقش كتاب المره الجايه ومش كانه بنبحث دكتوراه يعني، او نناقش رساله. الحاجه الجميله اللي برضه كرساله اسلام عملها الحقيقه في الكتاب، لانه غالبيتنا ومن حتى واقع حياتنا، يعني انا عائله زوجي اسكندرانيه، جم مصر 3 مرات، انا بحكي على العائله اللي هي الاكبر شويه يعني الحما والجد وكده، يعني شوفي محافظتين جنب بعض، كتير من المظاهر يعني ما يعرفوهاش. هنا كأن الإسلام استحضر لنا الحاجات اللي مش وارد كنا نتنقل، يعني كتير مننا ما راحش محافظات، ولو راح محافظات وارد انه ما يكونش راحها في رمضان، فده شيء جميل ورساله جميله ووصلها وحقيقي عليها. اشكرك استاذه مليحه، يعني اضافه وتعليق قيم. استاذه منى في حاجه كده طبعا كتاب بصراحه يعني انا بعتبره وجبه ثقافيه فنيه لانك انت يعني اما بتتطرق لكل مظهر في كل محافظه دي لوحدها لوحه فنيه فيها داخل الوصف، فيه احساس، فيه الوان، فيه كل حاجه حلوه. برضو يعني وجبه ثقافيه دينيه، برضو تطرقت لرمضان من الناحيه الدينيه.
من الناحيه الادبيه يعني يكفي ان احنا عندنا قطع نثريه بقلم يعني اعلام اللغه العربيه زي واعلام الادب العربي، الشاعر الكبير احمد شوقي وعميد الادب العربي طه حسين. حتى من الناحيه الصحيه تطرقت للفوائد الصحيه للصيام. فانا يعني انا شايفه الكتاب بصراحه جميل في جوله سياحيه، برضه يشمل جوله سياحيه جميله في اجواء مصريه صميمه. كل ده يعني زخم ثقافي جميل. وبعدين كلمه تاليف دي والف بين قلوبهم. الف يعني جمع، لا تعني انك انت اخترعت حاجه، انما انت جمعت، قمت بتجميع مجموعه شيقه اسعدتنا وامتعتنا، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. تعليقا على نقطة الأستاذة منى بعد إذن السادة طبعا، هي لما أنا يعني طبعا كلمة إعداد برضه ليها متعلقة برضه بالناحية النفسية للقارئ. يعني أنا لما جيت عملت كتاب يقول لك كل المعلومات دي في التسويق يعني الناحية النفسية للقارئ من ناحية إيه؟ قلت هو القارئ عندي يعني في المكتبات وعندي بقى صور بيشوف بص على الكتاب والكتاب ده كبير قوي، ده هياخد مني وقت، ده هياخد مني وقت طويل، وما مثلا ايه رمضان لا ده هيتكلم بقى كتير بقى وهيقول وهيعيد. لا، فلما يشوف ايه حاجات رمضانيه مصريه ويقول الكتاب واعداد، فيمكن هيلاقي يعني حجم الكتاب. يعني برضه لقيت على الناحيه دي اللي هو حجم الكتاب نفسه، ولما يلاقي اعداد فممكن ده يستثير الفضول عنده. ده طب يعني انا عايز اشوف ايه انت بتقول ايه وايه اعداد. اول مره كل حاجه تاليف، تقديم فلان، مراجعه فلان، مع احترامي طبعا لكل المؤلفين طبعا المراجعين. فانا اتعمدت ان يكون صغير، ان هو في اي وقت مثلا قبل الصلاه مثلا والله ان انا اقرا، منتظر مثلا اذان المغرب ان انا اقرا من حكايات رمضانيه مصريه وصغير. اي اب مثلا والله حكايات. طب انا مثلا احكي مثلا ايه، طبعا احنا يعني كشعب مصري بشكل خاص كشعوب عربيه بشكل عام ان احنا بنميل للحكايات والقصص، وبنقعد نسمع يقول لك الف ليله وليله وهقول الحدوته، واقعد يعني كده يعني نجمع كلنا مع بعض كده الاحفاد كده مع الجده والجده. والله جدته احكي لنا حكايه حلوه كده زمان كان مصر كانت زمان كانت عامله ازاي. وحتى يعني طبعا يعني الابهات والامهات والاجداد بيتكلموا في مصر زمان، مصر ايام الثلاثينات كانت فاضيه وكانت كويسه. فاحنا كشعب احنا بنميل للحكايات وبنميل للاسلوب البسيط اللي احنا بنحكي بيه. فلما الاقي الحكايات ان انا مش هيزهق منها ومش هيمل منها، هو لاقي كلمه حكايات ولاقي كلمه اعداد في المقام الاول. ولما يلاقي حجم الكتاب صغير يقول لك لا ده فرصه ان انا ايه ان انا اقراه وان انا اخد فكره عنه وان انا اقراه لابني، اقراه لحفيدي حفيدتي. فكان في طبعا كانت دي عوامل، وكان من ضمنها طبعا ان احط كلمه اعداد عشان ما يفتكرش ان انا انه هينقل حاجه، ان هو ان اللي كاتب تاليف انه هينقل لحفيده وهينقل لابنه هينقل له حاجه غلط هو تاليف، ويقول لا دي المعلومات دي مغلوطه، اصل الحديث ممكن تكون مش يعني طبعا الازهر نتكلم عن النقطه دي انها مثلا ضعيفه او ما ذكرتش مثلا في مصادر عديده. لا، فلما الاقي اعداد انت مجهزه، انت بس مجمعه، بس مجرد ان انت جايب لي المعلومات كانت بعيده عني انا ما كنتش عارفها، او كانت بعيده، او انا استحضرت الذاكره تاني واستحضرت ايام الطفوله تاني، او انا ما لقيتش مثلا كأب مثلا او كجد ان انا ما لقيتش فيه مجلد او وعاء معرفي ان هو احكي لابني او احكي لحفيدي بيتكلم عن رمضان. لا، هو يا حبيبي او يا حبيبتي ادي الكتاب اهو موجود، اقريه وانا هقرا لك منه، سواء كانت في حديث، سواء كانت في ايات، سواء كانت في حكايات. طبعا يعني انا مذكرت زي ما بقول، طبعا انا ما ذكرتش كل المحافظات، ابرز ان هي دي كلنا بنعلق فوانيس، كلنا بنعلق قرايات، كلنا من الانوار على المساجد والمنازل كلها. لكن في حاجات يعني انا فوجئت لما الاقي بتكلم مع الاخباريه وهي مهندسه يعني في سني تقريبا، بتقول لي في هنا القرى اللي على الطريق الزراعي في محافظه هنا ان هم ساعة قبل أذان المغرب بيحضروا المشروبات الرمضانية البسيطة الجميلة بتاعتنا، وإن هو بيتفقوا مع بعض إن هم يحطوا جذوع النخل وإن هو يحطوا لا أنت هتقف. طبعا الطريقة دي اللي يقراها يفتكر إيه قطاع الطرق بتوع زمان إن أنا هوقفك بقى والمنثمين وإن أنا هوقف. لا بالعكس،
بالعكس ده هو بيقف ومعاه الصينيه اللي فيها التمر وفيها العصاير واشرب. لا انا موقفك ان هو لا انت لازم تكسر صيامك، انت على سفر يا عالم انت رايح فين او جاي منين. فانا فوجئت ان لسه ممكن تكون في ناس تفسرها غلط وناس تفهمها غلط، تقول لك لا دول بيتبعوا نفس الاساليب اللصوص المدخنين. لا خالص بالعكس، ده هم حريصين ان انت تفطر ان هم ياخدوا الثواب بالظبط. لما الاقي مثلا في الفيوم مثلا حد يعرف في الفيوم ان هو يعني بركه بالنسبه لهم في باللغه العاميه بتاعتنا، ان يكون في شيخ كفيف قاعد بيتلو ايات من القران الكريم وهو قاعد في المحل، سواء كانت محل او ورشه ايا كانت المنشاه الصناعيه او التجاريه، وقاعد هقول لك هو ايه اشمعنى كفيف؟ يعني هو كفيف يعني خلاص هيفرق؟ لا هو شايف ان هي دي تعبير او بركه بالنسبه له. يعني يحط البخور، في ناس بتحب البخور، دي بركه بالنسبه له ان هو عايز ان هو دي مظهر من رمضان. هو رمضان ما ينفعش لما الاقي فيه الشيخ عندي كفيف ان هو وهكذا وهكذا بالمظاهر. في سيوه لما انا فوجئت لما الاقي في سيوه لحد دلوقتي بيصعد لحد دلوقتي ولحد رمضان اللي فات بيصعدوا على جبل شيل، طبعا احد اهم المعالم في واحد سيوه، يكون معاه اناء او بلغتهم قصعه وفيها ميه ويحطها علشان يشوف انعكاس الهلال على الميه عشان يعرف الهلال ويشوفه اللي هو ما شافوش بعينه مجرده، لا ويبان. كل دي حاجات بسيطه جدا وما زالت من زمان وما زالت متوارثه وهتتوارثها الاجيال بعد كده، خاصه في المناطق اللي هي زي سيوه وزي سيناء. الحاجات دي محتفظوا جدا بالعادات والتقاليد، عندهم مجالس عرفيه، عندهم احكام، كل دي. فانا مفاجئ الحاجات دي كلها. انا واحد من الناس بصراحه ما فيها كانت في معلومات كتير جدا ما كنتش اعرفها واستفدت منها وانا بجمع الداتا، وفي ناس عرفت معلومات طبعا. فدي انا شايف ان هي يعني ارجو انه يكون لو كل واحد قرأ الكتاب طلع بمعلومه واحده واستفاد من معلومه واحده، فاقدر اقول ان انا الكتاب حقق الهدف اللي انا. حلوه كمان الحقيقه، يعني وانت بتحلل والاستاذ خالد بيحلل ومظاهر رمضانيه ومظاهر رمضانيه، لكن اسم الكتاب حكايات رمضانيه افضل من ما كنت تقول مظاهر. لا في التحليل حلو مظاهر عشان انت دخلت جوه، لكن كونك تكتب حكايات رمضانيه ده شيء جميل، انه اجمل وبجد وحكايات. يعني الواحد هيقرا ايه؟ حكايات. فاحييك على اختيار الاسم. عموما يعني في نهايه لقائنا لا يسعني الا ان انت عايز تقول حاجه قبل الشكر. الشعر اتفضل حضرتك. لما نستمع للشعر الجميل اللي هو دايما بيبقى منورنا في كل ندوه ويمتعنا بيه. اسمعني يا استاذ خالد. اتفضل. انا اسمي سمير جرجس، انا بتشرف ان انا اكون موجود معاكم. دايما انت منورنا يعني، ودايما بيقول لنا شعر جميل في ندوات. عايز اتكلم كلمه صغيره بعد اذنك. يعني اتفضل. انا طول عمري عايش مع اصدقاء اخوه، مش عايز اقول مسلمين، احنا طول عمرنا عايشين مع بعض. الحاجات اللي بتحصل دي بصراحه يعني غريبه على مجتمعنا جدا جدا جدا، يعني جايه. شفت يعني كلامي يا واحد انا مش واخد بالي والله ان انت يعني، لكن فعلا هتتكلم احسن مني. حضرتك يعني برضه يعني انا اعرف اسمك سليم، ما اعرفش. مش عايز اقول انا مسيحي لان احنا كلنا وعمرنا ما فكرنا كده حضرتك. انا ليه جاري يقول لي يعني يخبط عليا اسلام في فين الكنافه بتاعت فين القطايف بتاعت لو انا نسيت في يوم جاري المسيحي اقرب ليا من اخويا المسلم اللي قاعد بعيد عني. صحيح. ممكن طبعا. يخبط عليا بلاقيه في اي وقت. استاذ سمير لو لقيت الكتاب ده زي ما كان الاستاذ خالد بيقول. لا طبعا انا محتفظ بالقران عندي. لا غير القران، يعني لو لقيت حضرتك الكتاب ده ولقيته حكايات رمضانيه وكده. انا عندي ولا مش الكتاب يعني طيب يعني عادي يعني. انا بستمتع بيه. هيدي لحضرتك كتاب هديه. يا انا بقول ايه حضرتك؟ الدين المعامله. الدين المعامله وليس بالكلام هي المعامله. لا الدين هو المعامله اللي انا بتعامل بيها مع اخويا سواء كان مسيحي او مسلم. وفي ايات جميله انا حافظها من زمان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والسيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه. صحيح. لا ده في حاجات كثيره. انا بس دلوقتي انت بتذاكر اكتر مننا. عشان كده انا بقول لحضرتك انا كنت بحضر حصه الدين الاسلامي يعني مش هو ده اللي احنا بنقوله نسيج واحد. انا في النهايه اتفضل بقى الشعر الجميل عشان احيي ضيف هذا اللقاء الجميل
بقول في البدايه انا بشكر الاستاذ خالد، بقول له ايه، في ناس بيحنوا وفي ناس يجنوا وفي ناس بتقدم لنا اعمال جميله زي الاستاذ الفنان خالد هلو. انت جايب الكوفي في شهر رمضان بيحلى السهر والليل وتكتر الحكاوي، عاوز اعصابك تهدى وبالك يروق وللفن غاوي، تعالى هنا في الاتيليه مركز الثقافه والفكر، لا تقول لي الاوبرا ولا ساقية الصاوي، هتتمتع بكلام جميل وحكايات من حضرة الراوي، وانا واخد القرار جاي مصمم وناوي ارحم من زحمة المرور والشوارع والقعدة على القهاوي، ندوة جميلة بنبعد فيها عن اخبار الحروب والارهاب والبلاوي، من كاتب فنان استاذ للكلمة وللغة متمكن وحاوي، لا هو وجهه دايما مبتسم، لا هو ابيض ولا اسمر بس قمحاوي. تحيه للفنان الذاكر جميل جميل. هو اجمل حاجه اللي بيرتجل على طول. طيب في نهايه اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لكم جميعا. الف شكر على اختياركم وصبركم عليا واستحملتوني، يعني كلكم كنتوا ضدي بس ماشي. واشكر طبعا الفنان الكاتب الجميل المهذب اسلام القمحاوي. واحب انوه قبل ان اختم اللقاء بان اللقاء القادم يوم 19/8 هيكون مع الكاتب الكبير الناقد عز الدين نجيب. ندوة طبعا لانه الناقد الاول في مصر دلوقتي، هيكون جالس بجواري وهحاول اسلخه، لكن ده بقى ده يعني هو اللي هيسلخني يعني. فان شاء الله يوم 19 شرفونا، هيكون الساعه 7 مساء 7 ان شاء الله 7 عن 8 يعني. طبعا انا ليا الشرف طبعا ان انا يعني بتواجدي مع حضرتك مع الاستاذ خالد، وزي ما هو قال يعني هو قاعد جنبي هنا علم من الاعلام طبعا استاذنا عز الدين نجيب، فكون ان انا قاعد في نفس المكان ده غيري قاعد فيه طبعا اعلام كبيره وغيري لسه يعني، فكون ان انا يعني زي ما بنقول مثلا انت سنك صغير في سن الصغير ده والحمد لله قعدت في المكان ده وجنب الاستاذ خالد ومع حضرتك بنناقش كتاب، فده يعني دي علامه في حياتي هتفضل مؤثره بايجابيا طبعا، وتخليني حريص في يعني سواء في المعارض اللي جايه او ان شاء الله في الكتب اللي جايه باذن الله، ان انا اخلي بالي كويس جدا ان القعده هنا مش بالساهل، القعده هنا مش سهله لا انت مش شويه برضه يا اسلام، ولازم ان يعني طبعا يعني اساتذتنا طبعا وحضرتك يعني زي ما قلت في الاول بكرات يعني ان انا وجودي مع الاستاذ خالد ناقد وليه تاريخ طويل، ما اقدرش اقول الزميل وعمري ما هقول الزميل ان هو يعني قمه من القمم، وانا لسه بتعلم وهفضل اتعلم برضه، فده شرف ليا وشرف ان انا متواجد وقاعد على كرسي ناس كتير اعلام. انت زميل واخ اخويا كبير طبعا يعني اقوى واقوى يعني طبعا. احنا عايزين بقى الناس كلها تطلع الفلوس، جينا بقى للشغل العملي. كتاب كام؟ كتاب كام؟ كتاب 5 جنيه عشان خاطر انا ب 2.5 كتاب 5 جنيه. بص هتاخد 10 كتب يعني انت بقى فهيبقى الانتهاك اللي عاوز كتاب، وبعدين الحيوانات الاهداء هنا فيما بعد الاسلام هيبقى حاجه يعني هتقعد تقرا اهو عشان يبني. الجنة هتبقى بيكاسو الجنة بتاعته كانت ب $20,000 سنة 80 تقريبا. الجنة فقط يعني من أي حاجة فقط مش عملش لوحة ب $20,000 في الثمانينات جنة فقط بيكاسو. لو قلنا كلمة عنه ب $30,000 انت فقط. شكرا شكرا. نشكرك يا استاذ خالد كمان. نشكرك يسعدني والله انا موجود على خدمتك ان شاء الله.
والله